كلام مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وحد الله. سمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. كن مع الله يكن الله معك. تعالوا نعبد الله ساعة. تعالوا نعشق المساجد ساعة. تعالوا إلى معية الله ساعة. تعالوا لتكونوا ضيوف الرحمن ساعة. كونوا مع الله يكن الله معكم. لنا إخوة
لمستهما النار، عين بكت من خشية الله. أهذه العين لك أيها المسلم؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ متى بكيت آخر مرة خوفا من الله؟ سل نفسك الآن وأنت في هذا المكان وأنت في معية الله، ما هي آخر مرة بكت فيها العين، بكت فيها عينك خوفا من ربك؟ إن لم تكن تذكر فهذا عار عليك، إن لم تكن تتذاكر فهذا عار عليك، إن لم تكن قد بكيت قبل ذلك خوفا من الملك فهذا عيب فيك. فقم فعالج نفسك واجعل العين تدمع، فهناك عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أي عين لك؟ أي عين لك أيها المسلم من هذه الأعين؟ إن العين التي تبكي إخوة الإسلام فيها الخضوع وفيها الذلة وفيها المسكنة وفيها الانقياد لله رب العالمين. ولكن أين هي هذه الأعين؟ جمدت العيون، جمدت عيون البشر حتى أصبحت أعين الناس كالحجارة، بل هي أشد من الحجارة قسوة، مع أن عندنا بيانا من الصادق صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تبكوا فتبكوا. مثل إن أنت بتبكي، نزل دمعة عين على خدك، عسى هذه الدمعة أن تكون سترا بينك وبين النار يوم القيامة. دمعة تهدف من العين تكون حجابا لك من النار. متى بكيت أيها المسلم خوفا من ربك؟ متى بكيت أيها المسلم شوقا لربك؟ متى بكيت أيها المسلم طمعا في جنة ربك؟ متى بكيت أيها المسلم خوفا من عقاب ربك؟ إن شعيبا عليه السلام بكى حتى تقرحت الأجفان، فنزل عليه أمين وحي السماء جبريل: يا شعيب اسمع، اسمع لترى مدى لطف الملك بك، اسمع لترى مدى قرب الله منك. يا شعيب إن كنت تبكي طمعا في جنتي فقد وهبتك إياه. تبكي طمعا في الجنة، خلاص انت لك نصيب في الجنة. وإن كنت تبكي خوفا من النار فقد أمنتك من عذابها. يا الله، ما هذا العطاء! تبكي طمعا في الجنة، لا في الجنة. تبكي خوفا من النار، أمنتك من عذاب النار. من المفترض أن يكف شعيب عن البكاء، ولكن ما الذي حدث؟ زاد بكاء الرجل. ما الذي حدث؟ أمنتك من عذاب النار وأعطيتك نعيم الجنة، كلمة البكاء. فقال شعيب: وعزتك وجلالك ما بكيت طمعا في جنتك وما بكيت خوفا من نارك، وإنما بكيت شوقا إلى لقائك. الله الله يا شعيب، وعزتك وجلالك ما بكيت طمعا في جنتك ولا بكيت خوفا من نارك، فلما البكاء إذا شوقا إلى لقائك. من منكم يدرك هذا المعنى؟ إنه معنى عظيم، إنها لغة عالية، لغة تربط الأرض بالسماء، لغة القرب من الملك،
ولذا لا بد أن نتبين هذا المعنى: كن مع الله يكن الله معك. كيف نتبين هذا المعنى ونحن منغمسون فيما يزداد الدنيا؟ ازاي ناخد المعنى ده؟ ناخد كلنا طمع، بنكنز الدنيا، طمعانين في المال، طمعانين في العقارات، طمعانين في الأطيان، طمعانين في الأراضي. حوش، عايزين نكنز، بنخسر بكره. طب ليه؟ ما بنعملش حساب ليوم القيامة. طب ليه؟ خايف ان مسألة الرزق تضيق عليك فيما بعد. طب ليه؟ انت الكلام ده معاك انت؟ لا. حسن البصري زهد الدنيا. لماذا؟ لأنه استمع إلى كلام الحبيب: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد استمع إلى كلام النبي حين أتاه جبريل وقال له: يا محمد عش ما شئت، ثم مات فإنك ميت. عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هل فكرت أيها المسلم في هذا المعنى الرائع الذي يقسمه أمين وحي السماء جبريل؟ مهما طال عمرك فلا بد لك من انتهاء أجلك، مهما طال بك العمر فلا بد من دخول القبر. احسب من شئت من البشر واعلم أنه لا لقاء بينك وبينه إلى أجل، ولكن لا بد من انقضاء هذا الأجل في أجل. لكل أجل كتاب. احبب من شئت فإنك مفارقه. ثم ماذا؟ يسأل عن العمل، يسأل عن العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اعمل ما شئت فإنك مجزي به. إن عملت خيرا الجنة في الانتظار، وإن عملت شرا فيا سوء المنقلب والدار. إن عملت خيرا فجنة الأبرار في انتظارك، وإن عملت شرا فيا سوء منقلبك ودارك. فلأي الدارين أنت تختار؟ دار الخلد في الجنة أم دار العذاب في النار؟ الحسن البصري علم هذا المعنى، فما الذي فعله؟ التزم بعنوان هذا اليوم: كن مع الله. عايزك تفرغ نفسك من الدنيا النهارده. سيب الفلوس، سيب الارض، سيب البيت والزوجه والاولاد، سيب ده كله على باب المسجد. دخلت هنا بقى، بقيت في المعيه، بقيت في الحضره، شغل كن مع الله. شغل، انسى كل حاجه. تعالوا نعشق الله ساعه، تعالوا نعبد الله ساعه، تعالوا في معيه الله ساعه. بلاش نفكر في الدنيا، ما هي معاك فتره طويله. تستكتر على ربنا ساعه تقعد معاك، تستكتر تكون في معيه الله ساعه. حسن البصري مش في الساعه بتاع المسجد بس، ده ذهب الدنيا كلها. فبيسالوه: انت عملت كده ليه؟ لما ذهبت الدنيا؟ قال: لأمور 4. معايش كل واحد اللي عايشين في المسجد مش يسمع بس، انا عايزك تعيش جوه الكلام، عايز ذهنك كله اذن، وعايز قلبك يخشع ويخضع، عايز تذل هذه النفوس في طاعة الله. نحن نحتاج الى رجال يفهمون معنى الاسلام، نحتاج الى رجال يعيدون الى الاسلام
رجال. الإسلام بحاجة إلى رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لسنا بحاجة إلى كثرة، نحن بحاجة إلى قلة مؤمنة. لا نريد رجالا كفرا، وإنما نريد قلة تنصر الإسلام وينصر الله بها الإسلام، ولا يكون ذلك إلا إذا كانوا متمسكين بهدي الله وسنة رسول الله على نهج سلفنا الصالح. نحن بحاجة إلى هؤلاء الرجال إخوة الإسلام. الحسن البصري قال لهم: زهدتها لأمور 4. الأمر الأول: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. فكر كده وانت قاعد في الجملة بتاعت الحسن البصري، جملة رائعة. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. 2: علمت أن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت أنا به. 3: علمت أن الله مطلع علي. الله، علمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. 4: علمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقائه. أنا عايزك مش تسمع، عايز الأمور بتدخل جواك. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. ليه وقع في هذه الجملة؟ لأنه قرأ: وما من دابة في الأرض إلا مسألة الرزق مش بتاعته ولا بتاعته، بتاعت ربنا. هو الذي يملك هذا الأمر. ولذلك إذا ولد ابن آدم أوجبه الله ومعه أمور: رزقه وعجله وشقي أم سعيد. إذا مسألة الرزق مفيش تدخل فيها لبشر. طب فلان غني بتمشيله ليه؟ فلان ربنا مسألة الرزق عالية عنده ملايين وانا جنبه، وكنت معاه في الدراسة، كنت معاه في سنة واحدة، كنت زميل. هو بقى عالي قوي وانا ما عنديش، انا ما فيش حاجة معايا، الفلوس مقصرة عندي، الماديات مش موجودة عندي، وهو بقى من ثمار رجال الأعمال. ايه اللي حصل؟ ارجع لكلام النبي اللي بيقولوا عن ربنا، بيقول فيه ايه؟ ان مقسم الارزاق عارف هو طلع ده فوق ليه ونزل ده تحت ليه. ده معاه الفلوس بالكون وبتوفرها، بس فيه غرض معين، فيه غاية معينة. ان من عبادي، ده كلام ربنا، من لا يصلح له الا الغنى ولو افقرته لفسد حاله. يبقى ربنا بيعالج الناس، بيعالجهم بالغنى والفقر. عارف ان العبد ده غناه دواء له، علاج له، فيقوم ربنا يديله العلاج. ان من عباد من لا يصلح له الا الغنى ولو افقرته لفسد حاله، وان من عباد من لا يصلح له الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله. لكن عشان تؤمن بهذه الكلمات لابد ان تدخل هذا المعنى في عقلك وقلبك. كن مع الله، كن مع الله، يكن الله معك.
للسيدة مريم. ايه اللي حصل لها؟ ده جالها الملك قال لها انا ببشرك بغلام. انا جاي لك رزق غلام. ازاي؟ ولم يمسسني بشر، انا ما اتجوزتش، محدش دخل بيا، ازاي يبقى عندي غلام؟ ولم اك بغيا، ومش بتاعت حرام. طب هعمل ايه؟ الملك قال لها مش من عندي، ده مش شغلاني. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يبقى لازم تسلم طالما في النهاية وكان أمرا مقضيا، يبقى قضاء الله لابد أن ينفذ، قضاء الله نافذ. طب مريم تعمل ايه؟ طالما قدر الله يبقى قدر الله وما شاء فعل. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يبقى قضاء الله نافذ، يبقى لا يملك العبد الا التسليم، لا يملك العبد الا التسليم. لابد ان تسلم مريم لقضاء الله وقدره فاستسلمت. ولكن ظهر الحمد وعلت البر. ماذا تقول للناس؟ ارادت ان تباعد بينها وبين كلام البشر. كل الناس تعملوا كده. لو ظهر ان في واحده حامل ومفيش زواج تخاف من الفضيحه، تحاول تسقط نفسها، تحاول تموت نفسها، تحاول تموت الغلام اللي معاها. طب السيدة مريم هتعمل ايه؟ ده الامر مش من عندها، ده كان امرا مقضيا. طب اعمل ايه؟ اخرجي بقى وسيب البلد، اخرجي وسيب المكان. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. بعدت عن الناس. لكن انت هتبعد عن الناس كتير؟ لا، الحمل جاي وانت هترجع للناس دول تاني، تبص هتخرج على طول. بس محتاجه تثبيت، محتاجه قوه ايمان، محتاجه يقين، محتاجه عزيمه، محتاجه تكون مع الله ليكون الله معها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة شغل البشر يقول كده. يا ريت كنت قبل كده، يا ريت ما كنتش من البشر خالص. الغلام ده هيعمل لي فضيحه، الغلام ده هيعمل لي مصيبه. شغل البشر يقول هذا الكلام، انما شوف بقى شغل رب البشر. ان كان هذا عمل البشر فما هو عمل خالق البشر. شوف بقى الستر اللي جاي لها. ناداها من تحتها مع رب الناس. تشغلش بالك بالبشر. انا قلت قبل كده
البحر قدامنا، لو نزلنا البحر هنغرق، ولو فرعون حصلنا هنتقتل. نعمل ايه؟ سيدنا موسى ما عندوش استسلام، لانه بينفذ القاعده اللي بتقول كن مع الله يكن الله معك. بينفذ هذا الكلام، فمباشره نادى على القوم قال لهم ايه؟ كلا ان معي ربي سيهدين. يا سلام، كلا، مستحيل، ربنا معايا. سيدنا محمد، سيدنا ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرعانا. امال كن مع الله راحت فين؟ امال كن مع الله نوديها فين؟ يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا. سيدنا موسى راح لفرعون، يوم ربنا يقول له ما تتكلم معاه، اتكلم معاه بأدب، ما تلخبطش في الكلام، ادعوه كده بالحسنى والموعظه، جادلوا بالتي هي احسن. انا اروح لفرعون، روح لفرعون بلغ، بس اتكلم معاه في الدين. وانا بعت معاك اللي يشد اجرك، انا بعت معاك اخوك، شو هتعملوا انتوا الاثنين؟ اذهبا الى فرعون انه طغى. بس وانت رايح خد معاك الذات، خد معاك القوه، خد معاك المنعه. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال له لي انا اروح لفرعون؟ قال له مش انا قلت لك روح قبل كده وانت قلت انا ليا طلبات؟ اشرح لي صدري، يسر لي امري، احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري. وقلت لك قد اوتيت سؤلك يا موسى، اعطيتك اللي انت عايزه، بلغ بقى فرعون. قال له لسه خايف. خايف ليه؟ ابو شغل البشر، امال هتودي فين؟ كن مع الله. ما هو لازم دي تكون موجوده. ربنا اننا نخاف. نبي يا جماعه، نبي وخالد. شوف البشر، نخاف ان يفرض علينا، نخاف ان يفرض علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. تخاف ليه؟ انا بقول لك كن مع الله يكن الله معك. لا تخافا انني معكما اسمع وارى. سيدنا موسى لما لقى العصا بتتحرك والصحراء رموا العصايه على الارض، ايه اللي حصل؟ شغل البشر. فاوجس في نفسه خيفة موسى، خاف ورجع لورا، من الخوف. وده نبي يا جماعه، نبي وبيخاف. البشريه كده. اما ربنا قال له لا، هذا شغل البشر، خد بقى شغل خالق البشر. قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. الله انت الاعلى ليه؟ لانك تعتمد على من قال سبحان ربي الاعلى. فبتعتمد على الاعلى. ازاي تخاف؟ حصل الغصب بيأمنك. كن مع الله يكن الله معك. علمت ان رزقي لم يأخذه غيري فاطمأن قلبي. مريم طلعت فأطمأن. طب الحمل جه مش قادر ان هي تاكل ولا تشرب. طب هاكل منين يا رب؟ هشرب منين؟ المولود اللي جاي ده مش عايز غذاء، هجيب له منين؟ قال لها ما تشتريش امن، خلي المساله دي عليا دي. وهزي اليك بجذع النخله. ومش اي رطب اللي هينزل لك، مش اي حاجه اللي جاي. تساقط عليك رطبا ايه؟ جنيا. ده اللي يستحق الاكل هو اللي نازل لك، اللي نضج هو اللي نازل. اعملي ايه؟ كلي واشربي
بس المقصد لاستقرار القلب. انا عايز يبقى عندك استقرار يقين ان ربنا بعمل لك كده ليه. انا بعمل لك كده عشان تتاكدي ان ربنا معاك. كن مع الله يكن الله معك. فكلي واشربي وقري عينا. طب هعمل كده ازاي يا رب وهم يشوفوا ولد على ايدي؟ الاكل والشرب بقى مقدور عليه خلاص، انا طعمت وشربت. لسه بقى المصيبه الحمل ده بالنسبه لي ضيق. طب هعمل ايه؟ ارجع للناس اقول لهم ايه؟ قال لها بس ارجعي انت وما تشغليش بالك، خليكي معايا، خليكي مع ربنا. طب هقول لهم ايه؟ ما تتكلميش انت. امال مين اللي هيتكلم؟ الغلام. يا سلام، الغلام. ارجعي انت بالغلام وما تتكلميش. فإما ترين من البشر أحدا فقولي. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. امال اللي يثبت براءتك مين؟ هنقول لي مين اللي انت بريء؟ الغلام. راحت القوم يا مريم لقد جئت شيئا فريا، انت عملت مصيبه. شوف الانقاذ يا جماعه، ربنا يقول لها خلي الغلام يتكلم. بالذات غلام لسه في المهد لسه بيرضع ويتكلم. ده ممكن غلام يتكلم. شوف سيدنا موسى لما كان لسه غلام وام موسى خايفه عليه، يوم ربنا يقول لها ايه؟ خايفه عليه. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إذا خفت عليه فألقيه في اليم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليه وجاعلوه من المرسلين. ده الحلف على ابنه. تقعد تقول ارميه في البحر؟ ده اللي عايز يسقط حاجه بيرميها البحر. انما البحر خلق من؟ اليم خلق من؟ وموسى خلق من؟ الله قادر على ان يحفظ خلقه في خلقه. الله قادر على ان يحفظ خلقه في خلقه. ما هو ده خلقه وده خلقه وقادر على ان يحفظ خلقه في خلقه. يبقى سلم الامر الينا تجدنا اولى بك منك. يبقى سيدنا موسى نرجع لام مريم كان سيدنا مريم خايفه. لا ارجعوا. طب اعمل ايه؟ صوري عن غلام. كيف نكلم من كان في المهد صبيا. طب ده ينادينا ازاي؟ يتكلم معانا ازاي؟ طب سبحان الله، ما يقولهمش انا عيسى، لا، ما يقولهمش انا نتاب كذا وكذا وكذا ابدا. ما يقولهم ايه؟ شوف اول لغه يا جماعه، اول لغه عاليه قوي. قال اني عبد الله. يا سلام. طب عايز تكذب ده بعد كده؟ عايز بتجيب محاجاه بعد كده؟ مش ممكن. ده بيثبت لهم انه عبد الله تبارك وتعالى. اتاني الكتاب، جعلني نبيا، جعلني مباركا اينما كنت، اوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، برا بوالدتي، لم يجعلني جبارا شقيا. السلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. ايه العظمه؟ ايه الانقاذ ده؟ علمت
علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمئن قلبي. هي مريم كانت تعرف ان النخلة هتتهز؟ كانت تعرف ان الارض هتطلع عين ماء لتشرب منها مريم؟ مستحيل. انما يا جماعة دي ارزاق. السيدة هاجر لما سيدنا ابراهيم سابها ومشي، مسكت تلابيب سيدنا ابراهيم، مسكت الجلابية بتاعته كله عندك. استنى هنا، انا ليه عندك سؤال يا ابراهيم، الله امرك بهذا؟ هو ربنا اللي قال لك سيبنا هنا؟ ربنا اللي قال لك سيبنا في المكان ده؟ مفيش لا فرع ولا فرع ولا ماء ولا بشر، بتسد من الجبال؟ يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا الله ابدا. سلام يا سلام على الايمان. ما هو كن مع الله يا اخي، كن مع الله يكن الله معك. اذا لن يضيعنا الله. سيدنا ابراهيم هو ماشي بقى قال مش هسيبكم كده، انا هديكوا جايزه بقى لانك صبرت، انا هديكي جايزه لانك تحملت، ده انت معاكي رفيق. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ايه ده ما جابش الرزق يا جماعة، ده ما اتكلمش عن اكل ولا على الشرب ولا على اللبس ولا على المتاع. ده اول دعوة يا ابراهيم تقول ربنا ليقيموا الصلاة. نعم. وبعدين فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إن عملوا كده وجالهم الكلام ده وارزقهم. نمرة 3 في الآخر وارزقهم. ليه؟ لأنه يعلم أن الذي ضمن الرزق لهم هو من؟ الله. هو عن كده فأخر مسألة الرزق للآخر. أنا ضمنها، أنا ضمن دي. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يبقى سيدنا إبراهيم أخر مسألة الرزق للآخر. وارزقهم من الثمرات. ليه؟ قال لعلهم يشكرون. سيدنا مريم لم تكن تعرف، السيدة هاجر انقطعت بها السبل، والولد هيضيع، الولد هيموت. كان لازم تاخد بأسباب البشر، لازم تعمل بأسباب البشر، تجري تطلع على الصفا تنظر على المروه ما تلاقيش. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. تلاقي حاجة بتلمع وانت ماشي على الاسفلت كده وانت راكب السيارة، لو بصيت بعيد يخيل لك ان الاسفلت عليه ميه، لكن لما تيجي تقرب ما تلاقيش حاجة. السيدة هاجر على الصفا خيل اليها ان هناك ماء عند المروة، جريت من الصفا للمروة ما تلاقيش حاجة. زي ما بقول كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يزده شيئا. إنما هي عايزة اللي بعد كده، مش عايزة تقف عند النقطة دي، عايزة تكمل. حتى إذا جاءه لم يزده شيئا. بعدها ايه؟ ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هي عايزة دي، عايزة توصل للنقطة دي، توصل للمروة ما تلاقيش، ترجع تبص على الصفا تاني تلاقي، ترجع تاني 7 مرات، كل مرة صوت، لكن ما وجدتش. قالت خلاص انا هرجع للطفل الاقيه مات، هرجع للطفل الاقيه مات. لكن لما رجعت الى الطفل وجدته يضرب الارض فاخرج الله من الارض عين ماء. فمن القادر على هذا؟ انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. ده اللي احنا عايزين نوصل. كن مع الله يغني الله معك.
علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أو كما قال التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعو الله العلي العظيم أسجد. اتقوا الله وخافوه. ابتعدوا عن المنكر لا تفعلوه. فمن خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شيء. فخافوا ربكم وخافوا ذنبكم واعملوا حسابا ليوم الحساب. فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، وكل نفس بما كسبت رهينة، وستجزى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اتقوا ربكم وخافوا ذنبكم وصلوا خمسكم واعملوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الرجل المفترى عليه هارون الرشيد تطالعه الصحف والإعلام بأن هذا الرجل كان زير نساء، وهذا الرجل كان من العباد الزهاد، كان يحج سنة ويجاهد في سبيل الله سنة. في سنة الجهاد مرة نادى هارون بالجهاد، وكان هناك رجل قد تزوج الليلة، رجل لسه متجوز جديد، فنادى منادي الجهاد يا خيل الله اركبي وإلى الله ارغبي. فما الذي حدث؟ ترك الزوج زوجته في ليلة العرس وخرج للجهاد، ولم يكن يملك من حطام الدنيا شيء. فأتت إحدى الجارات إلى الزوجة وقالت لها تركت الزوج بلا عائز. الزوج يسيبك ويمشي كده؟ ده انت لسه زوجة جديدة، لازم تفرحي تشوفي معنى الحياة، لك المتعة. ازاي ان هو يسيبك ويمشي؟ طب لو حصل له حاجة رزقك هيبقى على مين؟ هيجيلك منين؟ هتعملي ايه؟ المرأة كانت مؤمنة يا جماعة، احنا محتاجين النساء. فلو كانت النساء كمثل هذه لقبلت النساء على الرجال. لو كانت النساء كده كان يبقى النساء افضل. ماذا قالت المرأة الصابرة المؤمنة التقية؟ قالت لها يا أمة الله إذا ذهب المرزوق فإن الرزاق حي لا يموت. احنا عايزين نكون هنا، كن مع الله يكن الله معك. تكلمنا في الباب الأول من أمور 4 للإمام الحسن البصري زاهد الدين والدنيا رضي الله عنه وأرضاه. إن كان لنا في العمر بقية إن شاء الله وكان لنا لقاءات نتحدث عن بقية البند الأول. علمت أن رزقي لم يأخذه غيري فاطمأن قلبي. علمت أن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به. علمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. علمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الملك. إن شاء الله الرحمن الرحيم
ولنا لقاءات ولنا حياة إن شاء الله نتكلم عن هذه الأمور فيما بعد، لكن أوصيني وإياكم بتقوى الله، فنحن في أيام عصيبة القائم بها على يمين كالقابض على الجمر. قل الخير بين الناس وكثر الفساد في الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ربنا لما يتكلم عن الفسق الكثير منهم فاسقون، عن الظلم كثير منهم ظالمون. لما يتكلم عن الشكر القليل من عبادي الشكور. لما يتكلم عن الإيمان قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. احنا عايزين نكون من القليل، قليل اللي أعطى لربنا الشكر فأعطاه الله المزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تولى أمرنا وفك أسرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قنا فتنة المحيا والممات، اللهم قنا فتنة المسيح الدجال، اللهم قنا فتنة القبر. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم لا تدع لواحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عدوا إلا دمرته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها سعادة إلا يسرتها وقضيتها بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اذكرنا فوق الأرض واذكرنا تحت الأرض واذكرنا يوم العرض يا رب العالمين. اللهم اذكرها مع بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اذكرها مع بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى المسلمين. اللهم أذل اليهود أعداءك أعداء الدين. اللهم انتقم من أمريكا وإسرائيل، اللهم انتقم من أمريكا وإسرائيل. اللهم إنا لا نقدر عليهم ننتقم منهم، سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا رحمنا ظاهر واضح جلي بين يديك. فعلنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، وانصرنا على أنفسنا وانصرنا على أعدائنا، واغفر لنا بالرضا ومن السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأقم الصلاة.